انا مش عارف ابدا منين في الفيديو دوت. ابتدي منين او ابتدي لفين او اقف لغايه فين؟ ليه بقى؟ حاجات كتير قوي. اولا، الراجل اللي وراه ده اسمه ثروت سويلم. تمام. ده عضو رابطه انديه. ما اعرفش عن نادي مين او ايه. المهم يعني ده عضو رابطه انديه ما جاتش عليه. المهم يعني أستاذ ثروت سويلم بيقول كلام كتير قوي. تعالوا نفهم بقى بيقول ايه ونفصل اللي بيقوله واحده واحده، وخليك معايا ما تقلبش. اولا كده بيقول: كان هناك حرص على عدم هبوط اي من الانديه الشعبيه الى دوري المحترفين، اللي هيهبط مش بيطلع تاني. النادي الاهلي كان من اول المؤيدين لالغاء الهبوط، ومحمد شوقي ممثل الاهلي ابلغنا بصعوبه اقامه دوري بدون الاسماعيلي. الكلام ده كذب في كذب في كذب في كذب. ليه؟ سواء الاسماعيلي كان الاخير او مش هو الاخير، ما كانوش هي يعني هيطبقوا الهبوط. ليه؟ لان في نادي تاني صاحبه معروف، ومش لازم نقول اسم النادي، كان هو برضو ممكن يهبط مكان الاسماعيلي في الجوله الاخيره او الجولتين الاخيرتين اللي هيتلعبوا الاخار. لو كان هو اللي خسر كان هيتلغي الهبوط برضه. الكلام ده اتقال كتير قوي، واسمعوا السوشيال ميديا واسمعوا المدربين واسمعوا الناس كانت بتقول ايه. الاسماعيلي لو كان هو الاخير ما كانش هيهبط. اي فرقه تانية كانت الاخيره ما كانتش هتهبط. الايام هتبين. تمام. نفس البني ادم بيقول لك: قرار عدم خصم 3 نقاط اضافيه من النادي الاهلي بعد انسحاب مباراه القمه امام الزمالك جاء لحمايه استقرار مسابقه الدوري. استقرارها من ايه بالظبط؟ هو ايه اللي هيحصل حضرتك؟ يعني هل في نووي هيجي يضرب الاستقرار بتاع رابطه الانديه؟ ونفس الشخصيه بتقول ايه بقى: لو بيراميدز انسحب من مباراه سيراميكا كليوباترا الاخيره في الدوري سيتم تطبيق اللائحه بخصم 6 نقاط. انهي لائحه؟ هو احنا عندنا لائحه؟ بجد والله ايه ده؟ هي اللائحه بتطبق على ناس وناس تانية لا؟ والناس كانت في الاول عماله تقول لي الدوري موجه لبيراميدز. لا، الدوري بيتوجه لمكان واحد بس. هو ده اللي المفروض يتقال. وما اسمعش صوت اي واحد والله كان اهلاوي تاني بيقول لك اصل الاهلي مش عارف ايه من حكام مين. ده بيتساعد من الدنيا كلها اهو 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 اهو. على عينك يا تاجر، على عينك يا تاجر. احنا دلوقتي بنتكلم في كلمه حق اهو. بيراميدز بيقول لك لو انسحب من ماتش سيراميكا ده هيتم خصم 6 نقاط. طب الاهلي لو انسحب لا هيتم خصم 3 نقاط عشان استقرار الدوري. الناس دي طول ما هي موجوده في منظومه، عمر ما اي منظومه كرويه هتنجح في مصر، لان دي ماشياها بلون. لا، انا ماليش دعوه ولا باهلي ولا بزمالك ولا بيراميدز ولا اي لون تيشيرت. طيب هقول لك حاجه: انت في دوري عبثي. هقول لك ليه. لانك عندك 21 فرقه الموسم الجاي. طب هنفرض ان نادي جماهيري وقع في الموسم اللي جاي، يعني وقع في الاخير. يا ترى هتعمل ايه؟ يا ترى هتلغي الهبوط وتخليهم اكتر من 21 فرقه ولا هتعمل ايه؟ مفيش دوري في العالم 21 فرقه، لكن عندنا هتلاقي. مفيش دوري في العالم ما بتطبقش اللائحه اللي الكل مضى عليها، بس عندنا هتلاقي. مفيش دوري في العالم اللائحه بتمشي على ناس وناس لا، بس عندنا هتلاقي. تعالى بقى نخش للتقيل. كده انا عرفتكم ان احنا ما عندناش لائحه وكله بيمشيها بالمزاج وعلى كيف اللي بيمشي الدنيا، الناس اللي مسؤولة عن الكورة. عشان كده ما تنتظروش أي حاجة. طول ما أنت بتبص على لون تيشيرت زمالك أو أهلي أو إسماعيلي أو اتحاد أو مصري أو بيراميدز أو أي تيشيرت، اعرف إن المنظومة عمرها ما هتنجح. أنا لو موجود في المنظومة أو غيري موجود في المنظومة وحقاني، الزمالك ما راحش خصم 3 بونت وخصم ال3 التانيين. ده ما راحش عقوبة، ده عقوبة. أنا همشي سواسية عشان أنا بخاف ربنا أولا، لكن اللي زيكم ما بيخافش ربنا ولا بيخاف أي حد غير لون التيشيرت. ودي المشكلة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأنتم ما عندكوش الكلام ده. نخش بقى على التقيل. حبيب الملايين شوبير بيقول إيه بقى؟ شوبير بيقول: الزمالك عمل خطوة أكتر من ممتازة وسدد الديون اللي عليه، لكن في ناس بتسأل هو جاب الفلوس دي منين؟ أنت بتحب تلقح؟ هو أنت والله بتحب تلقح؟ الزمالك جاب فلوسه منين؟ وأقول لك جاب فلوسه منين؟ نفس الشخصية اللي هو أنت لما الناس بتقول الأهلي جاب فلوسها منين، يا ريت الكل يطلع ويبقى فيه رقابة. المفروض في الدنيا كلها عندها رقابة على الفلوس بتاعتها والدنيا دي. لكن الباشا بيقول جاب فلوسه منين عشان يثبت ان الفلوس دي مصادرها مش عارف ايه واي تلقيح. طيب نفس البني ادم ده، نفس البني ادم برضو ده اللي بلا ضمير، بيحب يوقع الجماهير في بعض حاجات كتير قوي، وحسابه عند ربنا. يعني ما تستعجلش، حسابك عند ربنا. هو نفس البني ادم اللي هجيب لكم دلوقتي بالنص
على قناه برضو اون سبورت، وهو بيقول بالنص، بيقول: امس الزمالك فعل خطوه ممتازه وانهى تماما ازمه مستحقات باتشيكو. ليه بقى؟ لانه بدأ الاستثمار في فرع الجديد بمدينة 6 اكتوبر، وسبق وقلت ان الفرع ده سيضر بمبالغ مالية كبيرة، فاخذ جزء من المبالغ ده وسددوا ديون النادي. الله، طب ما انت عارف ان هو سددوا ديون النادي او اللي عليه من فرع 6 اكتوبر الجديد. طب انت ليه بتهري؟ ليه؟ ليه بتقول منين؟ ولا انت بتحب تشعل الناس على قناة الاهلي تطلع بوش وعلى قناة اون سبورت تطلع بوش؟ ده مش حلو، ده اسمه نفاق. حضرتك عارفه؟ عارفه؟ والله انا من ناحيه ان انت اعلامي، انت اعلامي شاطر، ولكن اللي انت بتعمله ده اسمه نفاق. نفاق. خاف ربنا اولا قبل اي حد. طز في الاهلي، طز في الزمالك، طز في اي نادي في الكون، وطز في اي شخص. خاف من حد واحد بس، ربنا. ربنا، مفيش حد تاني يتخاف منه غير ربنا. فاللي انت بتعمله ده عكس كل المبادئ. مفيش مبدأ يقول اللي انا اقول الحاجه واعمل عكسها في حاجه تانية. سلام.